وهيئة الاستثمار وصال كابيتال. يوقعها السيد محمد حصاد وزير الداخلية، السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد الحسن حداد وزير السياحة، السيد محمد ساجد رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، الشيخ فيصل الثاني المدير التنفيذي لصندوق السيادي القطري قطر القابضة، السيد محمد المهيري عضو مجلس إدارة الصندوق السياحي الإماراتي أبار، السيد وليد الفهيد المدير العام لصندوق السيادي الكويتي أجيال، السيد عبد الله بن إبراهيم العياضي نائب المدير العام لصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة، السيد طارق السنهاجي المدير العام لصندوق المغربي للتنمية السياحية. الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية لتمويل بين الهيئة الاستثمار وصال كابيتال والمؤسسات المالية الدولية. يوقعها السيد فيصل الثاني المدير التنفيذي لصندوق السيادي القطري قطر القابضة، السيد محمد المهيري عضو مجلس إدارة الصندوق السيادي الإماراتي أبار، السيد وليد الفهيد المدير العام لصندوق السيادي الكويتي أجيال، السيد عبد الله إبراهيم العياضي نائب مدير العام للصندوق السيادي السعودي، السيد طارق السنهاجي المدير العام للصندوق المغربي للتنمية السياحية، Madame Flavia Palonza, directrice du partenariat euro-méditerranéen à la Banque européenne d'investissement. Monsieur Guido Prudhomme, chef du bureau de Rabat de la Banque européenne d'investissement. Madame Hildegard Gassek, directrice exécutive de la Banque européenne de reconstruction et de développement. الاتفاقية الثالثة وهي اتفاقية لتمويل بين الهيئة الاستثمار وصال كابيتال والمؤسسات المالية الوطنية. يوقعها السيد فيصل الثاني المدير التنفيذي لصندوق السيادي القطري، السيد محمد المهيري عضو مجلس إدارة الصندوق السيادي الإماراتي، السيد وليد الفهدي المدير العام للصندوق السيادي الكويتي، السيد عبد الله إبراهيم العياضي نائب المدير العام لصندوق السيادي السعودي، السيد طارق السنهاجي المدير العام للصندوق المغربي للتنمية السياحية، السيد محمد الكتاني الرئيس المدير العام التجاري وفا بنك، السيد محمد بن شعبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، السيد عثمان بن جلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية. الاتفاقية الرابعة وهي اتفاقية الشراكة بين الصندوق المغربي للتنمية السياحية والبنك الدولي. يوقعها السيد مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد الحسن الحداد وزير السياحة، السيد طارق السنهاجي المدير العام للصندوق المغربي للتنمية السياحية،
ثم M. Simon Gray, directeur des opérations pour le Maghreb à la Banque mondiale. الاتفاقية الخامسة وهي اتفاقية نوعية بخصوص مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد البحري للدار البيضاء الكبرى بين حكومة المملكة المغربية والصندوق المغربي للتنمية السياحية. يوقعها السيد محمد حصاد وزير الداخلية، السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، السيد الحسن حداد وزير السياحة، السيد خالد سفير والي الدار البيضاء الكبرى، السيدة نادية عراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، السيد عماد بن رقاد رئيس مجلس إدارة الشراكة المغربية للهندسة السياحية، السيد طارق صنهاجي المدير العام للصندوق المغربي للتنمية السياحية. الاتفاقية السادسة وهي اتفاقية نوعية بخصوص المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لإعادة تأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء بين حكومة المملكة المغربية والصندوق المغربي للتنمية السياحية. يوقعها السيد محمد حصاد وزير الداخلية، السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، السيد الحسن حداد وزير السياحة، السيد خالد سفير والي الدار البيضاء الكبرى، السيد محمد أوزاعي العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، السيد طارق الصنهاجي المدير العام للصندوق المغربي للتنمية السياحية، السيد عماد بن رقاد رئيس مجلس الإدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية. الاتفاقية السابعة وهي اتفاقية نوعية بخصوص مشروع بناء محطة بحرية جديدة لميناء مدينة الدار البيضاء بين حكومة المملكة المغربية والصندوق المغربي للتنمية السياحية. يوقعها السيد محمد حصاد وزير الداخلية، السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد